اهلا بيكم في حلقه جديده وان شاء الله تبقى جامده جدا في برنامج غريب وقريب. معانا دكتور ساندي. سابقا ليه سابقا ليه؟ إيه اللي حصل؟ شفتنا بقى شفتنا بقى 10 غلط. سنين علاج طبيعي كتير. اوكي، ودلوقتي ايه؟ ماركتنج سبيشالست. جميل جدا. طيب احنا بنتكلم عن الغربه. لا انا عايز لا انا استنى ايه اللي حصل؟ جدا انا عايز اعرف الحته يعني ايه 10 سنين ده لما رجعت أوكي. مصر بقى لقيت ان الكار ده مش كوري خلاص. انت قعدتي حبه، انت كنت دكتوره علاج طبيعي بره مصر. وفي مصر وفي مصر جربت كله. انت خدتي السكيلز كلها هنا وهنا. طب قولي لنا بقى كنت عايشه فين ولا ايه؟ احكي لي يعني، احكي من اول بقى خالص بقى، من اول القصه خالص. الغربه ابتدت اول ما سافرت وانا رايحه 6 ابتدائي. 6 ابتدائي طبعا بقيت هنا وهنا. فقررنا خلاص مفيش فرق نسافر بقى. اوكي. اول ما سافرت كانت الدنيا لذيذه، يعني ما كانش عندي مشكلتي الوحيده ان احنا بس لازم نلبس عبايه. فانا كان بالنسبه لي كنت مش فاهمه ليه البس حاجه سودة واتغطى واطلع بره البيت دي. انا اسف جدا بس يعني اصل كمان تقولوا الهجره هتمشي اللي جابونا. الموضوع خلاص بنلبس عبايات ومش لازم نقف. تمام. فلبسنا عبايات اول ما رحنا. بس انا اكتشفت بقى بعدين يعني قدام ان ده حاجه تبع الكالتشر وكده. ايوه صح. بس كانت حاجه لذيذه في فتره، يعني ليه انه انت مش محتاج تغير هدومك وانت نازل. انت نازل بالبيجامه اصلا. يعني ممكن لو رايح مش حاجه سريعه فدي حاجه ممكن. فالواحد في الاول بيشوف ان الحاجه غريبه بس بعد كده بيحس انه الله دي حلوه قوي والله. حلوه يا ولادي ليه جميله قوي. يلا بينا. حلوه. ايوه صح حلوه قوي جميله جدا. أيوة. بس فقعدت بقى من جريد 6 لغايه جريد 12 قعدت هناك. يعني 6 ابتدائي يعني 3 ابتدائي ثالثه ايه جريد 12 يعني كام ثانوي صح لغايه الاخر خلصت هناك. ما كانش عندي مشكله في المدرسه قوي. اول لما رحت كان بابا حابب يدخلنا بقى قوي في الكالتشر عشان احنا اصلا يعني ايه كنا مكونين من 4 افراد عايشين في القاهره واحنا من اسكندريه. 4 افراد ده توتال ها؟ يعني بابا وماما وانا واختي. طب الحمد لله. القاهره واسكندريه يعني في ناس قاعده في القاهره وناس في اسكندريه ولا احنا بس الوحيدين اللي قاعدين في القاهره. هو كله لغايه دلوقتي قاعد كله قاعد في اسكندريه. في اسكندريه. اوكي. ما حدش عليكم حاجه هناك او هربانين ولا حاجه ولا الدنيا وغالبا في حاجه. اكيد في حاجه في الارشيف يعني عند الحاجه او الحاجه في حاجه في الكواليس. بس هو مش طبيعي يعني نلم الشنط ونطلع لوحدنا على القاهره. بص معظم شغله كان في الميديا. فالميديا زمان ما كانتش قوي في اسكندريه. ما كانش الشغل منتشر. صح. فهو ابتدى يروح للقاهره. وبعد كده جاله شغل في اكتر من مكان خليجي. وبعد كده استقر الموضوع في السعوديه. حلو. بس يعني فترة المدرسة هناك كانت لذيذة ما كانتش وحشة. أول مرة هناك كنت دخلت مدرسة انترناشنال بس معظمها فيه مصريين. قعدنا فترة وبعد كده كانت أختي في مدرسة وأنا في مدرسة تانية عشان حد قال لنا المدرسة دي أحسن بس من ناحية الإنجليش أحسن بقى والحاجات دي كلها عشان التيتشرز فيها أكتر بقى بيتكلموا الاكسنت بتاعها احسن في هناك وكده. عشان بابا كان عنده حته ان هو ايه يبقى عندك الاوبشن اللي هو لو سافرتي بره او لو نزلتي مصر انت عندك الاوبشن تختاري. بس انت لو نزلت مصر مش هتحتاج الاكسنت. قولي بقى كده اخر حاجه يعني فايكنج ده انت فايكنج نص عمرك. بنمشي الدنيا هنا ما كناش نعرف كده اكتشفنا بعدين. طيب احنا بنتكلم بالعلو الصوت يعني هو كل ما تعلي جو كده انت تفهمني احسن مالهاش علاقه بالاكسنت يعني هو كل ما تعلي الصوت كل ما الناس تفهم بالظبط كده انت تمام. طب انت اول ما سافرتي يعني انت سافرتي وانت صغيره شويه 6 ابتدائي ايه اللي انت ما كنتيش متخيلاه من اول بقى الطياره بقى من اول وانت في المطار لغايه ما وصلتي انت ده واعيه يعني مش طفله يعني واحنا في الطريق طبعا يعني طريق انا الطياره ولا يعني لا واحنا في الطريق لا منزل انا احبه من الطياره جايين من اسكندريه دي في القاهره فممكن تروحوا بري. الطياره دي حقيقه بس ما كانش عندي مشكله مع ركوب الطياره يعني كنت اكسايتد بقى طياره بقى وطفله وكده. بس اول ما نزلت من الطريق كان بالنسبه لي انا بقى متوقعه ان احنا بنسمعه دايما عن هناك ان صحراء بقى وما فيش حاجه الدنيا زي الفل هي والدنيا موجوده والناس موجوده والعربيات موجوده صح. فكنا ماشيين عادي الدنيا تمام يعني. اول بس ما دخلت المدرسه ما كنتش متوقعه يعني ايه هو احنا داخلين مدرسه كلها مصريين. طب انا هتعامل مع الناس المدرسه كانت كلها مصريين بس دي في اول مدرسه يعني كانت في مدرسين مش مصريين موجودين ومصريين اكتر. تاني بقى مدرسه كانوا قليلين قوي المصريين يعني يتعدوا على الايد. اوكي جدا.
فكان بقى عشان كده اكتر بس حته حلوه ان انت برضو تخش تلاقي الدنيا كلها مصريين وبتاع دي في الاول بس في الاخر يعني لا اول السلم بس عشان توصل لاخر الدور بتبقى ايه الدنيا خناق خلاص لا كفايه انزل يلا انا ركبت الطياره وحيلك خلاص كان عندي مشكله في حاجه واحده بس ان انا بالنسبه لي المدرسه فجاه انا مع بنات بس برضو ده في اوكي في حاجه اسمها بويز سكشن وجيرلز سكشن ده في مشكله في يعني هناك الناحيه الثانيه في ايه اصل مش عارف حاجه ما وصل في ايه هناك الناحيه الثانيه انا عايز خشب جاي من مش عارف من غير لا انت اصلا في صوت فيه عزم بتشوف الناس حتى من بره اللي هو حاطينهم في زنزانه هم ليه فاصليننا فانا ما كنتش قادره استوعب الناس دي عادي بشر زينا مش زومبيز ليه فاصلين الناس احنا عادي كنا هناك ولاد وبنات يعني مش مشكله يعني بنقعد عادي جنب ولاد وجنب بنات ففهمت بقى الكالتشر عامل ازاي والدنيا ماشيه ازاي ما كانش بالنسبه لي حاجه وحشه عشان عادي انا كنت متربيه برضو في كالتشر فيه ولاد وفي بس بنات السعوديه كده كانت زمان فعلا يعني بالظبط في كده القصه دي ما فيش هزار يعني كان في اكسبشنز في حته المدارس بتاعت السفارات المدرسه اللي تبع السفاره بيبقى تابع اكتر للكالتشر بتاعت السفاره اللي انت تابعها يعني مثلا انا كنت في مدرسه في السعوديه في وقت من الاوقات تبع السفاره المصريه كانت عادي كانت ميكس كانت ولاد وبنات فغير كده طبعا لا كله بره انا عندي كان انا اصلا مولود الرياض الميكس كان في حته بتاعه الروضه اللي هي الحضانه بعد كده بقى خلاص ما مسكناش في الحضانه هم ما زالوا لغايه عشان تبقى بس انا اختي بقى يعني الجو قعدت بس الموضوع ابتدت من اوله فهم في الحضانه برضو تمام بنات يعني بقى من جريد لا دلوقتي بقوا من جريد لا دلوقتي الدنيا اختلفت خالص فور او حاجه زي كده بيبتدوا بقى لا يفصلوا لا وفي اكسبشنز كتير في المدارس الانترناشونال خلاص الموضوع انتهى يعني هو اصلا الحياه اختلفت يعني حته العبايه اللي انت قلتيها في الاول دي دلوقتي لا بقى العكس لو انا ماسك عبايه يقول لك تعالى اصل حبيتش الموضوع قوي انت مش يعني في ناس بالعكس انا بحب قوي الناس اللي لسه ملتزمين بالكالتشر بتاعهم يعني عندي صحاب ملتزمين جدا بالكالتشر بتاعهم بالنقاب وبكل حاجه يعني بحس دي ناس اخده الموضوع يعني فيرتشوال بقى بينهم وبين ربنا انت لازم تحترم الكالتشر اللي انت رايح عليها فدي حاجه في الاخر يعني بره الجدال ايوه بالظبط دي حاجه كانت ميزه بابا مربينا ان احنا كنا متربيين مع كالتشرز مختلفه واحنا في مصر اصلا فكان معانا ديفرنت كالتشرز فكان بالنسبه لنا عادي بره المدرسه بقى كان ايه بقى ما كنتش بتعامل مع سعوديين خالص ودي كانت ازمتي بعدين بقى يعني ما كنتش بتعمل ده في الاول يعني ولا الانترناشونال زمان كان ممنوع دخول سعوديين ما اعرفش ليه يعني انا كان معايا بنوته واحده بس سعوديه دي داخله وسط لا كانت معاها البريتش يعني يعني كانت بريتش مش سعوديه اصلا سعوديه بريطانيه فدي برضو كانت يعني كانت بالنسبه لي اللي هو تمام ماشي بس ما كانتش برضو بتتكلم سعودي كتير فما كانش معانا ناس كتير سعوديين كانت هي الوحيده واحده تانية وبرضو كانت اكبر مني فمش بنتكلم مع بعض لكن كنت بقى بتعملوا ايه في الويك اندز كعيله بقى كنا بنخرج معظم الوقت وكنا عاملين بقى جانج صغيره بقى خلاص بقى كبرت فعاملين جانج بقى صغيره من 6 افراد 2 بس مصريين انا واحده صاحبتي والباقي كله لبنانيين فلسطينيين اردنيين ده ميكس جامد احنا من ايام ما الويك اند كان بيبقى خميس وجمعه والسبت دراسه ده كده العيله صح كده لا ده كده الصحاب هي بتقول لك الصحاب ده بره صحابي جزء من الويك بره المدرسه يعني بتقابلوا بره المدرسه انتوا ما كانوش معاكي في المدرسه لا كنا معايا في المدرسه ده كنا بنعمل اغلبها مصريين ده في الاول وبعد كده نقلت بقى مدرسه انترناشونال بقى اغلب فانت بره المدرسه كنت بتقابليهم يعني في الويك اند ده بنخرج بقى يعني لازم نخرج بقى كومباوندز فاكره اكيد طبعا كومباوند المحايه بقى والحاجات دي ونخرج بقى الفيصليه والمملكه والحاجات دي اصلا تحسها ما تديش اي ايحاء للبوظان راح فين راح الفيصليه هو ده يا عم عيب يا عم استغفر الله العظيم يا رب تمام وبنات بقى داخلين دي بقى كانت المشكله لما جيت مصر بقى فكل ده كانت تمام يعني لا فتره التينيج بتاعتي كانت كنترولد لان كانت الدنيا هناك الكوميونتي جدا كنا بقى بنقابل يعني ولاد بره في الكومباوندز وحاجات كده بس دي يعني سرقه دي بالظبط بس كانت اهلي عارفين عشان بالنسبه لنا بس احنا عندنا عادي يعني الكالتشر بتاعنا كان عادي يعني عادي اقول لبابا مثلا انا شفت في الاخر في ثقه ما بين الطرفين فخلاص الدنيا تمام يعني لما نزلت بقى جامعه كانت الكالتشر بقى نزلت على الجامعه يعني نزلت اسكندريه ولا القاهره؟ لا القاهره. طب انت قبل الجامعه ايه الحاجات اللي في اسكندريه ايه الحاجات اللي في الفتره اعتقد 6 سنين او 7 سنين اللي كانت بتوحشك في مصر؟ لا الخروج بقى. ايوه بتقول لك بتروح الفلسفه. لا الخروج احنا كنا كحرتني يعني ايه؟ هكحرتك هخليك هوب هاي ننزل مره في السنه مش عايشه الخروج اللي هو ايه بحر
ده بالنسبه لنا احنا اسكندرانيين فلازم بحر. لازم فبحر الرياض شويه الحته ديت لا هم صعبه. فعلا الاسكندرانيه يعني بيحبوا البحر. ايوه عايزين لازم حاجه نقعد فيها قدام ميه البحر. كده أيوة، يعني بحر. والرياض كمان ما فيهاش ميه. احسنت يا ابني والله. دي مشكله. وبعدين هناك احنا كنا ممكن مثلا نطلع ويك اند نشوف اهلنا. ده مفيش هنا أهلنا. مش هنروح موجود. فين؟ مفيش. صح. فبالنسبه لي كانت الخروج بقى اللي هو فيه بقى ايه ولاد وبنات واحنا قاعدين مش حاسين ان في حاجه. هنعمل ايه يعني احنا عادي نقوم يعني نضرب بعض الدنيا- بالاقلام يعني ولا هنسلي بعض ازاي؟ نخرج وحاجه قوم يلا تانية. انت انا وانا صغيره كنت بلعب في الشارع. ايوه صح. مفيش كلنا شارع. كنا بنلعب في الشارع. لا مفيش أوكي. هناك انا جيت كنت بلعب في الشارع. انت لو نزلت ثبت بقى الشارع هناك وكهرباء درجه الحراره مفيش 50. شارع اصلا. هو مين هيلعب مع مين في الشارع؟ مفيش مفيش اصلا في الخروجات ولاد وبنات. الخروجات والبحر هي دي الحاجات خروجات وبحر واللعب في الشارع. مفيش لعب في الشارع انيمور. مثلا حته دي قوي. انت بتقولي كنت بتزوري اهلك في اسكندريه مثلا في ويك اندز او حاجه دي جدا بقى صراحه. واللعب في الشارع معلش تاني لا مش وتاني. تاني انت سوكا حبيبتي؟ لازم ناكد. معلش ما كانش لعب في الشارع خالص يعني. طيب كملي بقى انت لما نزلتي بقى. لما نزلت بقى كانت الواحد بقى يعني غصب عنه في المدرسه بيقعد يتكلم بقى كلمتين شويه انجلش مش عارفه ايه يعني هو قابلت اكتر من شخص وكده اول ما دخلت الجامعه. فمره حد وقف معايا قال لي انا ما بفهمكيش. ده كانت وهنا كانت ايه الطريقه المشكلة. دي اصلا؟ يعني وانت بتتكلم كده بتتنك بتقول لك وبتاع. اي جاز مش عارفه ايه بتتنك. بس هي الحاجه بتطلع بتلقائيه خلاص غصب انت دي عنك. طريقتك. فالناس بتفتكر ان انت بترمي بتتنك او يعني. فانا حسيت انه طب ما اعيش عيشه انا اصلا بحب هنا لكن يعني. لكن مش انت عايزة أرجع لما هنا. نزلتي كنت متاقلمه عادي ما لا، كانش في ما مشكله كانش عندي ديت مشكلة 9 سنين دول ما خالص. فرقوش لا، معاكي بالعكس. قوي. كنت واضح ان excited هي جداً. من واضح ان هي متاقلمه. خليتهم في السعوديه هم اللي ماشيين. لا ده لما رجعت بقى. وانا هسيبكم انا ارجع لكم تاني. حياه امي ما هسيبكم. فما تعملش مع واديني السعوديين ده لازم ارجع اطبق بقى. تعالوا ده فلا لما قعدت الجامعه بتاعتي كانت حلوه قوي. الشق حصلت اول ما ابتدينا ننزل راوندز بقى المستشفيات واروح بقى المستشفيات الحكوميه واحتك بقى مع الناس اكتر يعني. انت رجعتي بقى شغل صرف خلاص. رجعت بقى يعني في الجامعه. فانت الجامعه بتتعامل في راوندز في العلاج الطبيعي وكده بتنزل يعني راوندز. طبيعي 4 سنين ولا 5 سنين؟ انا ايامي 4 سنين والخمسه امتياز. اوكي يعني 5 دي كده في دلوقتي الخمسه بقت بقى. 5 والستة انت- امتياز. النزول ده في الخمسه ولا لا؟ النزول لا احنا كنا بننزل من تاني سنه. اوكي. فابتدينا بقى نشوف ناس. تعتبر يعني كليه عمليه صرف. Yes. يعني مش انت بتأهل فلازم تبقى بتتعامل ايوه مع ايوه كيسز يعني. صح بالظبط. ما شاء الله انا شايف يعني فانطلقت يعني حاجه شايف قد كده بس لقيت ايه ده يا طارق تحط رجلك في الميه؟ بلاش نتكلم في الموضوع ده. ما شاء الله يعني داخلة هي اي أوي. اصابه هي الكتف بشمر. الكتف والركبه يعني اي فوق يعني اي حاجه خاصه إحنا بمنطقه الاتنين- الحوض او بقى الظهر على هي- حاجه احنا الاثنين صليبي ها. اطلع اقف عليها. صليبي احنا ده. الاثنين ده صليبي انا ما شاء هعرف الله. اتعامل معاه. الملمومه اي حاجه فوق مش هعرف ظهر مش اتعامل معاه. هتقول وطي. اتفضل استريح هعرف اتعامل. بس فالجامعه كانت لطيفه. اول بقى ما نزلت اعمل كده بس ما كانش عندي مشكله. كنت اول بس نزول المستشفى قلت بقى لماما لازم تجيبي سواق. فجابت لي فعلا سواق. رحت بس يعني رحت بسواق وانا راجعه كانت ماشي السواق. ماشي السواق ايوه شغل ماشي عالي. السواق. قالت لي ماشي السواق انا راجعه بمواصلات مع صحابي. اصلا انت راكبه انا قطعت بطاقتي خلاص. خلاص يا أول يوم. باشا خلاص. خدتي كلام ركبت بقى حلو قوي. مواصلات. لدرجه بقى ان انا خلاص بقيت شبح. اتثبت اطلع اجيب الحاجه ارجعها. خلاص انا ما بقى. اتسرقش. أيوة، مع أيوة. متر ونص بس ما اتسرقش ايوه الا السرقه. يقولوا رجعها. اللي اتسرقت هي اللي اتسرقت راحت اللي ما اتسرقت ينفعش أيوة. والله مرتين ورجعته. بجد والله اه لا والله هو مره جريت والتانيه برافو عليك اتثبت والله. ونطيت فوق الست. ثبته ونطيت فوق ده ما شاء الله لا ده ثبت موال في اول مره. تاني مره ده نطيت فيلم فوق أكشن. منها. فوق السن. عشيش حاجة تيجي كده ايه ده حبيبي كده. اول مره اتثبت جريت. حلو جريتي منها جريت منه. منه تاني مره سرقت المحفظه. هسيبها جريت وراها نطيت فوق منها. اللهم صل جبتها. على النبي جبت الحاجه منها وسبت طبعا. لها المحفظه. طب انا شايف ان لا، لا، انا خدت خلاص شكرا المحفظة. جدا يا ساندي ان انت نورتينا. فيعني انا اللي حطيتها الناس ما حدش حط عليا الحمد لله. قررت بقى بعد منها ان انا يعني خلاص خلصت بقى امتياز وقعدت فتره اشتغلت. وبعد أوكي. كده اختي قررت ان هي حامل فهتولد بقى. عايزين نروح كلنا نحضر بقى الولاده. فقالوا لي طب ما تاخذي الامتحان. انا ما ذاكرتش. اوكي. بابا لو شاف الحلقه دي هيقتلني. انا ما ذاكرتش. قطت الحته دي عشان بابا. سوري يا بابا. التلفزيون بيصور ايه؟ لا ناخذ يا عزة. امتحاني كان 1/2. اختي ولدت 1/2 14/2. اشتغلت. ده هنا كل ده؟ لا كله هناك. كل ده في سافرت السعودية؟ بقى رجعت تاني السعوديه. أوكي. اشتغلت كان لسه عندي اقامه فاشتغلت.
اول سنه كانت بالنسبه لي انا مش عارفه اتعامل مع السعوديين. انا كنت أنا ما عايز اتعاملتش لما رحت هناك اشتغلتي برضو علاج طبيعي ستيل؟ اوكي. انا مش عارفه اتعامل مع السعوديين يعني. انا فاكره اول بس كيس انت ليا نزلتي هنا حبه على قعدت. الارض وخلاص واتعاملتي اتعاملتي في شغل في شغل وكنت حسيتي بشتغل. نفسك تمام؟ الدنيا لذيذه وبقى عربيتي بقى وبخرج وصحابي بقى عندي. لا يعني حته الشغل انت دخلتي جوه ومفيش مشكله تمام. ايا كانت الاصابه ايا كانت الحاجه ستيل طبعا انت بتتعلمي بس تمام. بس سافرتي هناك بقى. طب انت لما سافرتي تاني هل نفس الشوك الاولانيه ولا لا خلاص اوكي خلاص ما بقاش فيه؟ بس انا عندي شوك واحده بس، ازاي هتعامل معاه different culture عشان انا ما اتعاملتش معاهم كتير. يعني ما احتكتش مع ناس كتير. بس يعني الحمد لله دخلت اتعاملت وعدت الموضوع. بعد كده كونت صداقات لغايه دلوقتي لسه صحابي. بعد كده بقى ايه سعوديين سعوديين ولا على فكره هم لذاذ جدا لغايه دلوقتي احنا لسه صحابي يعني وكده. بنسال على بعض. علمتهم بقى الخروج. اول ما رجعت علمتهم الخروج يعني هي دي اصل احنا بنلف بعربيتي يعني كنا بنلف بعربيتي بقى. ما انا لا عارفين خروج هناك ولا هنا يعني؟ هناك. اوكي يعني ايه نخرج؟ هم كانوا بيخرجوا بس بقى العائلات وكده المخيمات وبتاع والحاجات دي وبيخرجوا عادي يعني هم والمولات برضه والحاجات دي بيخرجوا كده. بس انا اول ما سافرت الشغل ما كان لسه السواقه يعني ما كانش فيه لسه سواقه للستات. اوكي. على طول بعد منها ابتدت سواقه الستات. انطلقت بقى ده انتوا شمروا وسعوا الساند جايه تخرب الاسفلت. احنا عفيت اسفلت يا استاذ. انا اعرفكم بقى يعني ايه بقى تحرير المخدرات الطبه في السوق. قول حاحه عربيه حمراء كانت الستات كلها ابتدت تسوق بقت يعني تركب عربيات حاجه كده تداريها. انا حمراء كلها مبينه كل حاجه فانا ماشيه الناس مين دي وانا ماشيه عادي براحتي. طب غير الخروجات ايه الحاجات التانية اللي ما كانش عندي قوي بقى مشكله الا في حاجه واحده بس، ان انا كنت لما رجعت كنت قاعده مع بابايا بس. اوكي. فكان بقى من غير اختي ومن غير والدتي. فكنت بقى حاسه ان انا بقى ايه من غير صحابي بتوع مصر. فبرضو الدنيا هناك سنه كام تقريبا يا سيدي؟ ممكن اقول لك مثلا قبل كورونا او بعد السواقه يبقى وقضيت فتره كورونا هناك. لا فتره كورونا هناك دي صعبه. دي بقى جالي اكتئاب فيها. لا ده صعبه. دي صعبه كانت صعبه جالي اكتئاب لان انا بحب يعني لا انا متخيل فكنت بعيش في بلد وكنت بشتغل زومبي عارف لما اتفرج. لا وهناك كان البوليسي يعني ما فيش يا باشا يعني عشان اروح تنزل السوبر ماركت ساعه وخلاص ممنوع اصلا. بس هي كمان خلي بالك ان هي دكتوره علاج طبيعي فكانت لازم تصريح. كنت بمشي بتصريح والتفتيشات مثلا تعدي على 5 تفتيشات وانت رايح الشغل. اوكي. بس الناس هناك جميله يعني الناس هناك فعلا جميله قوي وما جاتليش كورونا وانا هناك خالص الحمد لله. الحمد لله. لا هناك حتى هتلاقي الكورونا بنت ناس. هنا الكورونا كانت يعني عادي. جات لي مرتين هنا اول ما نزلت الكورونا انا استني كده تاخر شويه بس عادي الكورونا اول ما نزلت جات لي مرتين بقى خلاص. ايه في ايه نهارك لذيذ. لا انا فاكر والله اول القصد هنا ساعه الكورونا كنا لا بس في مصر كان الموضوع مش ايه كنت بروح قهوه في عين شمس هنا بنزل شيشه كنا بنقعد وسط جوه جراج. انا كنت بقعد على الشباك اعمل بس ده كان انا كنت ببقى قاعد على الشباك بقى بالله بتفرج على مفيش حد اتفرج عليه. لازم تشرب. مفيش حد اتفرج عليه فالدنيا. طب انت قعدتي بقى هناك قد ايه ورجعتي ليه بقى؟ بص انا قعدت 4 سنين هناك بشتغل. رجعت مصر عشان انا خلاص بقى ابتديت ان انا احس ان انا كان في اتعرفت على حد وكنا المفروض هنرتبط فلازم بقى ننزل بقى عشان البروسيس كلها تكمل لان الاهل كلهم هناك. اهله كمان كان هناك ولا اهله هناك هنا في القاهره. معلش انا بعيش البروسيس كاني لا انت من هناك. لا انا من مصر. كل ده مش بيني من مصر. حاسك بتديني بالكوميديا. لا والله ابدا بس فرجعت فده اللي سبب نزولك يعني. لكن غير السبب ده انت كنت ناوي تكملي عادي. لا كنت عايشه عادي جدا بس يعني الحاجه الوحيده اللي انت بتمست هناك هو فعلا الاجتماعيات اللي احنا بتبقى هنا عندنا اللي هو تكلم حد يلا بينا ننزل. حاجات الانستنت دي اللي هو انا مخنوق طب تعالى لي البيت. وما كانش فيه برضو الدنيا ما كانتش لسه قوي يعني كان فيه الدنيا اتفتحت قوي بس ما كانتش برضو زي دلوقتي. يعني ما كانش فيه سهر زي دلوقتي كان لسه برضو. وانا كنت بخلص شغل متاخر فكنت بخرج اخري مثلا يعني لغايه وقت معين. اوكي. بس انا مقتنع حتى بعد الحته بتاعت الفتحه بتاعت المواعيد والكلام ده كله يعني الموضوع مختلف. لا هنا غريب. انت لما تنزل هنا في دفى كده حاجه غريبه. هي بنت لذينه تحسها كده مش عايزه تسيبك. انا بموت في الحاجات دي. انا والله بحبها. انا عايزه دي هتبقى مذبحه يا شريف مش مذبحه.
مثل رؤوف. هي حاجات فعلا ده حقيقي. انت لا لا مش قادر خالص. فاهم مش عارف لا خالص. ما حبيتش ان انا اعيش كتير هناك يعني. أوكي. كنت ده بحب حقيقي. اخد دايما الحاجات انت الحلوه. عندك حته اللي هو انا هرجع مصر. اي بالظبط انا كده. راجع مصر بالظبط يعني كده. انا استقراري في مصر. وبريبير بقى كل اجازه لازم انزل، لازم اسافر مع صحابي عشان نعمل ميموريز وكده. فطب وعلى ايه؟ طب ما نروح احنا بقى للميموريز يعني. فكانت لا يعني كانت فتره لذيذه يعني. اوكي. بس لكن لما انت رجعت تاني اشتغلت ستيت دكتور علاج طبيعي وبعد كده لما رجعت غيرت. اول ما رجعت قعدت بالظبط 2 علاج طبيعي، وبعد كده اخدت بقى عملت كارير شيفتنج، اخدت حاجه ومنها حبيت فكره الماركتنج. اوكي. طيب هل انت في حاجات بتوحشك هناك بقى العكس؟ بيوحشني هناك صحابي، يعني صحابي اكتر حاجه بتوحشني هناك. التشايلد هود كلها صحابي لسه متواجدين هنا، يعني احنا لسه عارفين بعض. اوكي. حلو. فما خسرتش حد. ده من هناك. هم يعني لسه ستيل هناك ولا في ناس رجعت؟ معظمهم جم هنا. خلي بالك انا حاسس اصلا ان اغلب الناس فعلا يعني اللي مسافرت من بدري اللي سافرت مثلا من 2010 مثلا ل 2015 80 90% من الناس دي رجعت مصر. يعني صعب قوي تلاقي حد حتى هتلاقيه رجع. صح. ولو سافر بعد ما رجع مش ستيل مكمل كل ده هناك، مش واخدها وان شوت. معظم الناس فاهم قصدي؟ هتلاقي الناس بترجع لان احنا جت فتره هنا في مصر ومنتهى الامانه الفتره اللي هي احنا برضو حظنا ما شاء الله الله اكبر يعني الفتره اللي هي ساعه الكورونا دي احنا فعلا كنا كويسين جدا. بالك كانت الدنيا كانت ماشيه فعلا اون ذا تراك بشكل بيرفكت. فطبعا احنا ازاي يعني احنا منذ ازل التاريخ لازم طبعا حظنا تحفه. خليني ارجع بقى لحته الشيفت كارير. انا شايف ان الشيفت كارير من علاج طبيعي. عارفه انت اللي هو انت بتجري في اللي وداك من هنا لهنا. فجأة انت بتقلع الشورت والتيشيرت وبتلبس حاجة مختلفة تماما. درس رايح تشتغل في مكتب بتشتغل ماركتينج بتعمل حاجة موديول مختلف تماما. بص انا كنت حاطة بلان يعني حاجة يعني انا شايفها الصراحة شفت يعني حتى مش جوه الفيلد نفسه يعني شفت جريء. فاحكي لي ايه انا ده كنت حاطة بلان لنفسي. انت كنت هناك بس الاول ولا هنا؟ كنت هناك. ما ده اصعب. لا كنت هناك علاج طبيعي ولما نزلت عملت هنا كنت رجعت هنا كمصر. هنا انا كنت حاطه بلان لنفسي والحمد لله لغايه دلوقتي البلان ماشيه تمام. كنت قايله كده اللي هو اول ما تم 30 سنه لازم ابقى اخده مانجر. لا عادي الحمد لله مش باين. ايوه ما هي تمت 30 سنه بس دلوقتي عندها 20 انت فاهم بالظبط كده. رجعت تاني. احنا بنرجع لورا. فاول ما تم 30 سنه انا حابه اشتغل حاجه مانجريه. وسبحان الله انا عملت انترفيو يوم عيد ميلادي ال30 جالي كول يو جوت اكسبتد ان انت كنت تبقي ماسكه رئيسه قسم مستشفى كذا في حاجه علاج طبيعي، يعني رئيس قسم في علاج طبيعي. قعدت سنه بالظبط لقيت ان الموضوع ده اثرني والله يعني. سرت بقى سرت بقى اثرني حرفيا. مش انا سايبه ده عشان اجي ده يعني ينفع كده؟ ينفع تعملوا معايا كده؟ ما ينفع. الكار ده مش كار. شكرا مع السلامه. ودي انا شغاله لكم هنا مع السلامه. قالوا لي طب ما تيجي ماركتنج. هم شافوا ان انا هم حسوا ان انا ده هو كان يعني غير كول. يعني هم حسوا هو يعني انا يعني ما كانش حاجه محسوبه يعني ما كانش محسوبه في الاول. لا خالص. انا شغاله في موديول جديد وكله تبع الفيزيوثيرابي يعني اوني موديول في مصر اللي فاتح كده. فبرضه مش بعيد عن الكارير بتاعي. حلو قوي فكره يعني انا شايفاها ان حلو قوي فكره ان انت تماركت لحاجه انت اوريدي انت اشتغلت فيها. صح انت بتبقى بس عارف عنها شويه. هي ملهاش علاقه بس اتس ان ادفانتج في حته ان انت فاهم ان انت تبقى حتى كونفيدنت. دي حقيقه ان انت فاهم انت بتماركت ايه. هتعرف لو حد سالك هتعرف ترد وكده. بس فده الشيفتنج حصل من هنا. كان يعني بقى عندي شويه تفكير وكنت وقتها بعمل MBA فابتدى الموضوع شويه ميك سنس. باذن الله خلصها بقى لي السنه بس تمام. لك باذن الله ان شاء الله والف مبروك باذن الله. ربنا يستر. عادي ما فيهاش مشكله دي ممكن تتقال. انا حاسس والله ان موضوع سفر اسكندريه من القاهره ده انا حاسس ان في حاجه اتخلقت فيكم من وانتوا صغيرين هربانين من حس. لا مامتي بقى في يعني في حتت كده بتفلت منها. نزلنا وخرجنا يعني مثلا ايه يعني مثلا ايه انا هنروح مثلا هنروح ليه؟ طب حاجات انت بتتكلمي عن نفسك انت ليه يعني يا جماعه ليه هتطيري في ممكن تقع يعني ممكن تقع منها مره او حاجه هنطلع او طلعنا كده سنه بس العيله كلها كله اسكندراني. على موقف في اسكندريه عايز احكي لها بس موقف في اسكندريه معلش. اقول اول مره سافرت اسكندريه كان في 2006 2007
فنزلت في ميدان المنشيه، فبسال الراجل بقول له عايز اروح خالد بن الوليد، كنا مأجرين شقه في خالد بن الوليد. اوكي قال لي هتطلع على الامه، تمام والله العظيم والله العظيم ايوه وهتركب المشروع. انت افتكرت حاجه عاليه بقى ده. لا انا الامه دي يعني خلاص قلت يا عم يعني ما اصل ما فيش، اصل احنا انا مش في ايفرست يعني، اكيد الامه دي نص الشارع. فترجمتها وقلت بقى ايه ده انا كده مش زي تمام. وطلعت وقفت على الامه، قاعد بقى مستني الحاجه جايه طايره في السماء دي. ما هو في مشروع، ما انا هركب مشروع والله انا مش هركب كروس، انا عايز مشروع، انا عايز حاجه طبق طاير داي، في حاجه انا هركبها. انا رايح خالد بن الوليد بص طاير لقيت وانا مش رايح عند اي حد. سالت مين بقى؟ بسال سواق ميكروباص بقول له يا ريس هو فين المشروع؟ قال لي انت رايح فين؟ قلت له خالد بن الوليد. قال لي اركب. قلت له تصدق ان انا ابن 60 انت المشروع ده المشروع؟ طب ما تقول الميكروباص بعدين اللي جابونا ليه؟ مفيش. لا الموقف ده والله عمري ما انساه والله. لا بص هو ما تحتاج بقى يعني ان شاء الله تيجوا اسكندريه مثلا. انا بحب اسكندريه انا بعشقها. تيجوا بقى عشان تسمعوا حته ايوب بقى، دي ايوب دي كنت اسمعها له. طب ما تعيدها تاني واحده كمان ما تعيدها انت تاني. عارفة، كمان عايز اقول لك على أيوب حاجه كده. سندي، انا قلت لك احنا ممكن نختم البتاع بايوب. لا احنا مش هنكتب بتاع ايوب. انا قلت لك قبل الهوا ان انت شبه روجينا جدا. جدا. فانا طلبت منك طلب اوكي من فضلك، مش هختم والله من غير تصدق والله شبهها شبهها قوي هي قوي. روجينا. او نفسي اشوفها. هي هتشوفنا اكيد بقى. روجينا هي روجينا طلب بقى. هي كمان. باي باي. طلبت منها ايه بقى؟ واحده عمري واحده يا عمري. أيوة. مش عارفه اديها زي ما هي معلش والنبي بس هاتي العالي. انا حاولت اعمل حواجبها والله ما نفعت. سيبك من الحواجب، هاتي خش على يا عمري يا عمري سقف والله يا جماعه العمر عندي ستيكر والله ابعته لك. عايز الستيكر ده. شكرا ساندي والله انا نورتينا. اتشرفت جدا بمعرفتكم والله. ثانك يو سو والله ماتش. الشرف نورتينا والله. جميله وانبسطنا جدا بالقعده اهم معاكي حاجه والله. ضحكت انا ضحكت. والله انبسطت جدا بالقعده معاكي. طب شوفي عايزه تقولي اي حاجه للناس اللي بتفكر ان هي تسافر، للناس اللي يعني مسافره؟ انا مش حاسه ان دي حاجه وحشه، بالعكس يعني طبقوا بقى على الناس. يعني الناس هناك بقت تقول لها عامله ايه، بقت تعرف يعني ايه عامله ايه. يعني زمان كانوا بيقولوا لي عامله ايه بتعمل ايه يعني. فلا طبقوا على الناس اكتر. ويعني هم الناس بره دلوقتي بقت في اي بلد عربي بقى عندها يعني اوبن كلتشر اكتر من زمان. هي قبل ان هي تسمع وقبل ان هي تتعلم حاجه جديده. جدا جدا. فصراحه الناس هناك لطيفه. يعني الدنيا هناك مش مقفوله. حاولوا تبقى عندكم يعني الفلكسبيليتي اكتر للاوبن كلتشرز. شويه الناس بتخوفنا من حته الغربه بس دي بالعكس بتضيف يور بيرسوناليتي يعني. صحيح. بس صحيح. مش شرط ان انت تبقى قصير ومتر و50 ما يبقاش عندك بيرسوناليتي هناك. هتروح وتحط على الناس عادي والناس هتحط عليك برضه عادي. هي دي الثقه يا جماعه. يعني خليك روحك حلو. نورتينا. شكرا جدا والله. نورتينا. شكرا. باي باي.